أنا تعرضت للتحرش وأنا صغيرة. الأستاذ بتاعي كان هاريني تحرش وقعد يتحرش بيا لمدة سنين، وانا في الحضانة تقريبا لغاية ما كنت في ابتدائي. كان مدرس خصوصي بيجيلي البيت وبيديني درس عشان كان عندي اخواتي التانيين، كان عندي اخوات اصغر مني يعني، فبيعملوا دوشة كتير وكده، فكان دايما متعود ان هو يقفل الباب علينا، وانا ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه تحرش، لسه يعتبر في حضانة ومش فاهمة مش مستوعبة مش عارفة اي حاجة في اي حاجة، لغاية ما بدأت ان انا اكبر شوية وبقيت في 5 ابتدائي. ووقتها بس قدرت ان انا افهم ايه اللي بيحصل. لما شفت ماما عماله تطمن اختي وتقول لها احكي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط، انا اكتر واحده في الدنيا دي تخاف عليكي وهجيب لك حقك من اي حد اذاكي، انا في ظهرك وهجيب لك حقك. وقتها بس اطمنت وبدات ان انا احكي كل حاجه حصلت معايا. هنقول مسا عن نسا النشيطة كويسة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللي بيتابعني لأول مرة، أنا اسمي نور ودي قناة عيلة نور. بقدم معاكم يعني قصص بشكل مختلف شوية، واحنا شغالين مع بعض في البيت وبنشجع بعضينا. فمحتوى القناة هنا يا جماعة اسمعوا وعوا بجد. يعني أنا مش عارفة أوصف لكم، الواحد يعني جواه كلام وحاجات كتير، وجواه مواقف برضه ممكن تكون حصلت معاه على فترات او على سنين عدت منه، بس بيرجع يفتكرها تاني بسبب مسلسل لام شمسية. عايزة اقول لكم ان المسلسل ده خلى ناس كتير تتكلم على مواقف وحاجات حصلت من اقرب الناس، انت ما تتخيليش اصلا ان هم ممكن يعملوا كده. المهم ان احنا معانا قصة جديدة النهاردة، فاسمعوا وعوا عشان تخلوا بالكم من كل حاجة بتحصل حواليكم، وتخلوا حرفيا عينيكم في وسط راسكم. ودي مش حاجة الواحد بيقولها كده وخلاص، وما تستبعديش ان الاذى يجي من اقرب الناس ليكي، ومهما تقولي على اللي قدامك ده محترم وده مؤدب وهيئته وشكله مش عارفة ايه، للأسف يعني المظاهر خداعة. المهم هنرجع تاني لقصتنا، بس افكرك ان انت تحطي اللايك. البنوتة بتحكي وهي منهارة، وقعدت تقول لمامتها على كل حاجة حصلت معاها من وهي في ابتدائي، لأنها كانت بتاخد درس تأسيس مع مدرس بيجيلها البيت. زي ما احنا عارفين ان احنا كأمهات بنلجأ لأولادنا ان احنا نديهم دروس تأسيس حتى لو في البيت وهم صغيرين لسه، عشان لما نيجي نقدم لهم في مدرسة يقبلوا فيها، ولما يعملوا الانترفيو بقى والحاجات اللي طالعة بقى لها كام سنة حلوين دول يقبلوا. والعيل يدخل عارف يكتب اسمه، عارف الفواكه الحيوانات كل الكلام ده. فالبنت دي كانت بتاخد درس تقريبا من وهي 5 سنين او حاجة كده، لغاية اما كانت في 5 ابتدائي هو نفس المدرس مكمل معاها، وكل ده شغال في التحرش مع البنوتة، وهي فاكرة اول موقف عملوا معاها. فالمهم مامتها قعدت تطبطب عليها وقعدت تقول لها احكي لي، وحكت لها كل حاجة، جابت كل اللي يعني في بطنها من سنين اللي هي مخبيه وكانت بتخاف ان هي تروح تحكيه. وفاكره كويس اول مره تحرش بيها ما كانتش عامله الواجب وكانت خايفه وعماله تعيط، فهو طمنها وقرب ليها وبدا ان هو يتحرش بيها زي الافلام بالظبط. بتقول نفس المشهد اللي بيجي في الافلام لما يكونوا 2 بيحبوا بعض، وفضل يعمل كده معايا سنين طويله، سنين بيعمل كده ومحدش كان بياخد باله ومحدش كان بيعرف، وكان بيدخل بيتنا بمنتهى الأمان. يعني مدرس داخل يدي درس، فأكيد محدش عقليته هتيجي ان هو يكون بيعمل كده، ان هو مش بيدي درس هو بيعمل كده. بس للأسف ومش عايزة اصدمكم ان انا شفت ده بعناية في فيديو نازل او منتشر على السوشيال ميديا لمدرس حسبي الله ونعم الوكيل فيه، قاعد مع بنت تقريبا في الإعدادية وقاعد عمال يتحرش بيها وبيبص حواليه زي الحرامي، وبيحط كمان ايده في اماكن ما ينفعش ان هو يحط ايده فيها. انا الصراحة بلوم على الامهات او اي اب يكون برضو مدي الامان ان راجل غريب يدخل بيته كده، وان هو يعني ما يبقاش في مكان مفتوح. يا جماعة ادوا الدرس في مكان مفتوح، في صالة فيها رجل طالعة رجل داخلة، في ريسبشن مثلا، في اي حاجة، انما في اوضة مغلقة ما ينفعش بكل الطرق.
فنرجع تاني لموضوعنا، ان البنت دي بتحكي ان هي يعني حكت كل حاجة، ومامتها كل اللي هي قدرت تعمله. انا مش عارفة ليه برضو مامتها ما انهارتش عليه ضرب وتلطيش او ما مسكتوش اديته العلقة المحترمة. يعني الصراحة انا مش عارفة ازاي عدت الموقف كده. فطمنت بنتها وقالت لها انا هبقى معاكي في كل حصة بتاخديها لغاية بس ما تمتحني، لغاية اما تمتحن يعني تخلص السنة، وبعد الامتحانات انا مش هخليه يديكي درس تاني. ده كان تصرف الام، ما راحتش قالت للاب، ما خدتش اي ردة فعل تانية، هو ده كان رد الفعل بتاعها. وبالفعل فضلت تاخد يعني في كل حصة تقعد مع بنتها وهي بتاخد الحصة لغاية اما امتحنت. وبعد كده المفاجأة الكبيرة، يعني بجد الموضوع اللي هيصدمكم بقى، بعد ما البنت خلصت امتحانات المدرس ده توفى. والبنت كانت بتقول ان هي فرحانة جدا، مش قادرة توصف لكم هي فرحانة قد ايه. بس في نفس الوقت هي مش قادرة تسامحه، مش قادرة تسامحه على اللي هو عمله فيها، ومش قادرة تغفر له حاجة زي كده، لان هو موت براءتها. هي يعني المفروض ان هي طفلة بتلعب بتعمل مش عارفة ايه، هي حست ان هي ما عاشتش اصلا طفولتها من كتر الألم النفسي اللي كانت بتبقى موجودة فيه. وان المسلسل بتاع لام شمسية صح جواها الحاجات دي بعد ما كانت بتحاول ان هي تنساها او تحاول ان هي تتخطى ده. يا جماعة الموضوع بيبقى مرهق نفسيا جدا، فربنا يا رب يحفظنا ويحفظ اولادنا. انا الصراحة ما بقتش قادرة استوعب يعني ايه ناس كبيرة في السن تبص الاطفال. انا بجد مش يعني عقليتي حتى مش قادرة تستوعب الفكرة. يعني الواحد كان الأول بيقعد يقول على الشباب ان المفروض ان الشاب يتجوز ويفتح بيت عشان ما يمشيش غلط، عشان ما يعملش حاجة مش عارفة ايه. فبقت كل القذارة وكل حاجة مش تمام وكل حاجة حرام وكل حاجة غلط بقت تحصل من الناس الكبيرة اللي أصلا يعتبر أحفاد أو يعني عندهم أحفاد أو متجوزين ومخلفين وعندهم عيال. يعني انتوا متخيلين؟ يعني انت ربنا اداك كل حاجة، ليه بتعمل الغلط؟ ليه بتعمل كده؟ ما تفهموش. توعية لكل أم، لو ناوية تدي لعيالك درس يفضل ان يكون مكان مفتوح، تبقي سامعة الصوت، بتراقبي من فترة للتانية، ما بقاش فيه امان ولا للراجل ولا للست عامة، لانه برضو زي ما بيحصل ده من الرجالة بيحصل ده كمان من الستات للأسف. ده مرض يا جماعة، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد ما بيتقيش ربنا وما بيخافش ربنا في يعني في ولاد الناس. لما يعني ممكن اصلا الموضوع بيتخطى اكتر من كده بكتير. يعني البنت دي الحمد لله ان هي جت معاها على حاجات زي كده، الموضوع ما زادش. عايزة اقول لكم ان انهيار، طبعا انهيار وحكاوي غريبة من ناس كتير، ان قصص التحرش بتاعتها اللي اخوها اتحرش بيها، اللي باباها بيتحرش بيها، اللي خالها، اللي ابن عمها، حاجات اقسم بالله تشايب يعني تشايب الراس. مش كلام كده وخلاص، ولا مجرد حكاوي كده تتقال وتقولي دي حكاوي من الخيال. يعني دايما بيقولك ان الحقيقة امر من المسلسلات، يعني اللي بيحصل في الحقيقة أصعب من ما انت بتشوفيه مثلا مشهد داخل فيلم أو داخل مسلسل أو الكلام ده كله. فاحنا دورنا كأمهات ان احنا نحافظ على أولادنا بكل حاجة، نحاول نحوط عليهم بالذات في الوقت اللي احنا فيه، لأن للأسف منتشر حاجات غريبة بتقول ان القرف ده يعني هيبقى منتشر على مدار السنين اللي جاية، وهتبقى حاجة عادية كده، ان اصلا الناس الكبيرة دي بتطالب بان يعني ان هما بيحبوا الاطفال الصغيرة. انتوا لكم ان تتخيلوا المرض، هما اصلا عندهم خلل في ذهنهم او خلل في عقلهم، ان هما اصلا دي مش طفرة طبيعية، دي حاجة مش يعني مش في طباعنا ولا في اخلاقنا كبشر، وان هما بيطالبوا ان دي تبقى حاجة طبيعية، لان طلع الموضوع منتشر جدا وطلع موضوع اكبر من كده بكتير، اكبر مما احنا متخيلينه. فانتي لك ان تتخيلي ان انتي بتبقي بتتعاملي مع ناس في شغل، بتتعاملي مع ناس على ارض الواقع يكونوا هم اصلا بيعملوا كده في ولاد ناس تانية غريبة. فالواحد عقله ما بقاش قادر يستوعب الوضع اللي هو عايش فيه.
طبعا اللي انا بعمله مش محتاجه ان انا اتكلم عنه كتير. ودينا يا اخواتي بنوعي بعض بقصص حقيقيه ناخدها عبره لينا كده، ودايما تكون قدام عينينا عشان لما عقلنا يوزنا او ندي الامان لاي حد مهما كان هو مين، نراجع نفسنا ونقول لا والف لا. خلي عينك يا بت في وسط راسك، محدش هيخاف على عيالك قدك، وما تأمنيش لحد بالذات في الوقت اللي احنا فيه. فالله القوي على كل قوي، ربنا لما بيريد يرفع ستره عن حد أجركم الله. يعني خلاص بقى الدنيا كلها بتبقى عارفة هو عمل ايه وبيتفضح وسط الكل. الدنيا ما فيهاش امان وخلاص. دي كل اللي احنا بنشوفه على حياة عينينا ده من علامات يوم القيامة الصغرى، فالله المستعان. انا مش عارفة قبل ما نوصل لعلامات يوم القيامة الكبرى طبعا هتبقى جيلنا خلص وجي ورانا اجيال كمان، بس الواحد يعني بيقول يا رب يا رب يعني يسترها علينا وعلى عيالنا ويحفظ لنا عيالنا من اي حاجة وحشة، اللهم امين. وبس والله يا اخواتي ده كان روتين النهارده. ما تنسونيش بدعواتكم الجميله وتحطوا لايكات كتير للفيديو. اقول لكم سلام.